احنا وشركائنا بالوطن لا تفتكروا حدا حيقدر يحميكم مثل ما حيحموكم شركائكم بالوطن. وكلام هيدي الحقيرة فواخرجي مو كبوه بالبحر، لأنه عم يسألكم. الثورة انتصرت والشعب السوري انتصر، وكلهم بدهم الرئيس وداعمين للرئيس أحمد الشرع، واللي بده عم نمارسوا الحرية على أكمل وجه. فيكم تروحوا على صناديق الاقتراع وتحطوا يلي بدكم إياه، وفيكم تصوتوا على الدستور إن عجبكم أو ما عجبكم، وفيكم تصوتوا لانتخاب رئيس مثل ما بدكم. سوريا حتنهض وحتتعمر وبتساعد أولادها وأبنائها، وكلكم اشتغلوا يا سوريين، كلكم اشتغلوا ولو كانت هالقد صغيرة الشغلة. حصوة تسنوا جرة، ساعدوا هالدولة وساعدوا هالحكومة، وأصبتوا هدول اللي عم متحدثين بيحكوا لكم هون وهون، ولا تصدقوا. وبس تشوفوا بودكاست طالع من واحد عفوا يعني لبناني ما بعرف منين كان، شيعي ولا غيره، واحد مسيحي مدري شو عم يحكي، والتاني قولوا هدول اللي عم يخبطونا وهدول اللي عم بيخوفونا. حطالعكم شي مرة إن شاء الله، بكون أنا ومعاذ مصطفى على البث المباشر معكم ليحكي لكم عن السياسة الأمريكية. منظمة سوريا للطوارئ هي اللي جابت قيصر، وهي اللي عملت له الفيزا. وأي حدا بيحكي غير هيك قولوا له أعطونا صورة مع قيصر قبل ما تنكشف شخصيته، لأنه ما حدا عنده صورة أبدا مع قيصر قبل ما تنكشف شخصيته أبدا، إلا معاذ مصطفى. هاي المنظمة اللي هلا عم تشتغل على رفع العقوبات، وهي المنظمة اللي أنا بشتغل معها، منظمتنا بتشتغل معها، وهي اللي عندها الخبر اليقين، وهي اللي بتقدر تشرح لكم شلون السياسة الأمريكية بتمشي. وإن شاء الله في أخبار حلوة الأسبوع الجاي. ورح أرجع عيد، هي المنظمة اللي نزلت الوفد اليهودي السوري لسوريا، وهدول هلا عم يشتغلوا معاها اليهود السوريين بدهاليز البيت الأبيض وبالكونغرس ليرفعوا العقوبات عن سوريا. ويعطيكم ألف عافية، وأنا سعيدة إنه أنتم بتطالبوني بتقولوا لي كملي بثوث مباشرة، وأنا سعيدة فيكم كلكم. وهي أجوبتي، مشان هيك سميته هذا الفيديو دس السم في العسل. لا بقى حدا يخليكم تستطعموا السم بالعسل. العسل أطيب بكتير، وسوريا بخير، وإن شاء الله الأيام الجاية أحلى. مع السلامة.